أهلا وسهلا بيكم. عايزة أبدأ معاكم حلقات كده لطيفة عن خرايط قديمة. أبدأ أعمل عملية شروحات ليها بتوضح شكل مصر في فترة من الفترات، وأهتم بالأخص في المنطقة المحيطة بأهرامات الجيزة أو بلاتو الأهرامات. ليه؟ لأن ده اللي كان محور الحفلة بتاعة افتتاحية المتحف الكبير. يمكن ألفت النظر لمواقع هامة لا تقل أهمية عن يعني أهرامات الجيزة نفسها. يعني أو تكملها في بعض معادلاتها. من الخرائط اللي أنا قررت أبدأ بيها آم، خريطة عن القاهرة ومنطقة اليوب والخنكة. دي مقياس رسم واحد، سوري، مية ألف الواحد، أوكي، واحد لمية ألف. ودي معمولة سنة 1954، يعني قريبة مش بعيدة. هنا واخدة القاهرة. طبعا القاهرة دي هتكلم معاكم فيها في مواضيع كتيرة وبالتفصيل. هنمسك المعادي والبساتين، بساتين وزير وتفاصيلها، لكن خلونا نشوف غروض الخنكة. هنا غروض الخنكة أو الكثبان الشامية أو مركز الخنكة. تعبير الخنكة عايزة أوضحه لكم الأول. الخنكة هو تعبير فارسي اسمه الخانقة. الخنقة دي اتعملت علشان إيواء المغتربين والمتصوفين، وكانت مليانة بخلوات وأماكن للتعبد والتهجد والدراسات الدينية. يعني الأزهر على نطاق واسع، مدينة للعلوم كاملة، وفي نفس الوقت لإيواء المغتربين الطالبين للعلم، وبها خلوات للناس المتصوفة والعابدين. وطبعا اتقال عنها كلام كتير جدا في مجال التصوف، لأنها مدينة ليست بالحديثة، هي مدينة قديمة قوي. ومن أشهر أنواع الخنقاء عندنا، هو التعبير على فكرة بالفارسي معناه بيت الأكل أو بيت أكل الملك، لكن هو تم تحويره في مصر وبقى الخنكة أو الخنقة. من أشهر أنواع الخنقة عندنا خنقة الزهر بيبرز، وخنقة فرج بن برقوق، وفي في القدس في خنقة برضو زيهم، برضو هي من أعمال المماليك على فكرة في القدس. وأنا أذكر إن قعدت في يوم وسط طريقة، أحد الطرق اللي هي بنسميها البهرة، وقعدت أشوف العبادات بتاعتهم، وليهم كان في فترة من فترات قعدتهم في الخنقة تحديدا إحياء لذكريات. أنا وأنا بنت صغيرة كنت بحب أفهم الناس دي بتفكر إزاي، طريقتها، دماغها فيها إيه، خاصة إن هم كانوا مهتمين جدا بشارع المعز لدين الله الفاطمي اللي فيه آثار هامة. أنا لما أجي هوثق لكم بالنسبة لها هتكتشفوا حاجات يمكن لم تقال في الأثر عنهم، ولكن لقيتها في وثائقهم. بعد الخنقة اللي احنا طبعا حرفناها، بقت أي حد ممسوس أو فيه شيء من المرض النفسي، فبنقول ده محتاج الخنكة، نتيجة إن كان في أحد مستشفيات العلاج النفسي فيها، فبقى مفهومها عندنا ايكوال للمرض النفسي وليس للعبادات والتهجد، وده خطأ كبير تاريخي. عجبني قوي هنا مجموعة أهرامات موجودة. هرم هنا اسمه هرم الشواف، هفرجه لكم. هرم الشواف ده في سقارة، اللي هو اسمه الحقيقي هو اسمه الشواف. بالنسبة للناس اللي هناك في المحليين سموه الشواف، لكن هو اسمه الفرعوني هرم جيتكا رع. وده من الأهرامات اللي ليها معبد جنائزي مدفون ولم يكتشف
وتم تدمير أجزاء منه وسرقتها في عمليات التنقيب في القرن ال19، ومعبد جنائزي علوي، وممكن أفرد له حلقة كاملة. وعندي هرم تاني، هرم بيبي التاني هنا برضو. هرم بيبي التاني من الأهرامات المهمة، لأنه هو في شمال غرب هرم سقارة، وهرم بيبي التاني اللي اكتشفه جاستن ماسبيرو بس سنة 1881. بس هو عمل حاجة يعني أعتقد كانت تدميرية شوية. كان بيبحث عن شيء، فعارفين لما حد يجي يبحث عن شيء فيقعد يرمي أي حاجة تواجهه، فاستخدمه كمحجر، ودي كانت خطيئة كبرى يعني كمحجر. وبعد كده جاء جوستافو 1935 و 1932 حاول يعمل عمل ترميم، يعني يصلح اللي عمله في أثناء بعثاته الأثرية. وللآن هرم بيبي الثاني لا يجد العناية التي يستحقها، وأعتقد هو لا يقل أهمية عن هرم أناس. وبمناسبة هرم أناس برضو موجود هنا مذكور. هرم أناس أهميته في إن هو طبعا في أقاويل إنه أناس هو يونس عليه السلام، وأنا أميل لتصديقها، لأن الهيروغليفية فيها بعض التحريف في ترجمتها. هرم أناس هو أول نص جنائزي مكتوب وجد به لجانب أشياء فلكية مرتبطة بعلوم الفلك موجودة في هذا الهرم العجيب، ومحتاج إعادة دراسته بالتفصيل. بيتكلم هرم أناس عن مرحلة انتقال، اللي هي النصوص بتاعته، مرحلة انتقال الميت إلى العالم التاني، ومجموعة التعويذ التي تساعده، أو الكلمات التي تساعده في استدعاء المحبين والمساعدين. وأنا مش عايزة أستخدم تعبير الآلهة، لأن إحنا بنظلم القدماء المصريين لما بنتكلم عنهم بهذه الكيفية، لأن هم كانوا موحدين على فكرة. وارتقاء المتوفي إلى السماء، وكيف يعبر سواء بمراكب أو طيران أو كل ده مشروح في هذه النصوص اللي كانت الأساس اللي طلع منها كتاب الموتى، أو بنسميه كتاب الموتى، أو متون الأهرامات. في جزء من متون الأهرامات كبير يخص موضوع هرم أناس. ده باختصار عن هذه الخريطة. طبعا هنا حلوان ليها مواضيع كبيرة. عندنا عيون موسى اللي هنا لناحية حلوان ليها تفاصيل كتيرة. الأودية اللي في الجيزة يعني أنا لو كتبت أو قلت هقول إيه ولا إيه، بس يعني موضوع كبير قوي. ودايما الخرايط هي اللي بتبدأ معايا في خط سير الرحلة نحو المعرفة. أشكركم، مع السلامة.